وزارة الدفاع الروسية أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر زار حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنتسوف، وذلك خلال عبورها المياه الإقليمية الليبية في طريق عودتها من سوريا إلى روسيا. وأضافت الوزارة أن حفتر تجول على متن الحاملة الروسية وسلمه الجانب الروسي دفعة من الأدوية الضرورية للجيش الليبي والسكان المحليين. أوضحت أن حفتر أجرى من على متن الحاملة مباحثات عبر الفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تناول خلالها القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. بعد انتهاء مهمتها في سوريا تعود حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزنتسوف إلى بلادها، ولكن ثمة مهمة أخرى في الطريق لا بد من إنجازها، هذه المرة في المياه الإقليمية الليبية، حيث توقفت الحاملة الروسية مسبوقة بتحذيرات لحظر الطيران وفق مصادر بهيئة الطيران المدني في ليبيا. إلى متن الحاملة يصعد اللواء المتقاعد خليفة حفتر ويجري مباحثات عبر الفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تتعلق بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. يثير نشاط حفتر ومواقفه كثيرا من الجدل محليا ودوليا بسبب انقلابه على المسار السياسي لثورة 17 من فبراير وانخراطه فيما سماها عملية الكرامة في بنغازي والتي راح ضحيتها مدنيون. لكن الجنرال المناوئ لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لا يعدم الحلفاء رغم ممارساته. تبدو موسكو أحد هؤلاء، ليس لمصلحة حفتر فقط بالطبع، لكنها تبدو باحثة عن موطئ جديد لها على شواطئ المتوسط بعد أن شعرت باستتباب الأمر لها في سوريا ولو نسبيا. التقارب الروسي مع حفتر يفهم حين يوضع في سياق اختيارات موسكو الإقليمية التي تدعم بشار الأسد في سوريا والسيسي في مصر، لكن السؤال يدور حول المدى الذي يمكن أن يبلغه هذا التقارب. فبحسب مصادر في برلمان طبرق فإن مباحثات حفتر مع العسكريين الروس على متن كوزنتسوف تضمنت محاولات لإقناع روسيا برفع حظر استيراد السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011. وحين يطلب حفتر طلبا كهذا فهو يعني نفسه بلا شك، خاصة في ظل انخراطه في صراع مسلح مع خصومه في الداخل الليبي. يقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن رفع الحظر لا يمكن أن يتم إلا عبر لجنة العقوبات بمجلس الأمن. فهل تلجأ موسكو لصفقات سلاح غير رسمية مع حفتر شراء لصداقته وتوسيعا لنفوذها في المياه الدافئة؟ سؤال قد تتكفل مجريات الواقع الليبي بالإجابة عنه في المستقبل.